يا مساء الخير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا بقى، النهارده عندنا شويه رز بالشعريه وصينيه بطاطس بالفراخ. عايزه اقول لكم صينيه البطاطس بالفراخ دي عظمه بجد. لو اتبعتي الخطوات دي كويس جدا، تغسلي الفراخ حلوه قوي، طبعا النظافه دي ملهاش مفيش يعني كلام عليها. وبتبداي تشوحيها في معلقه سمنه، زيت، زبده، ايا كانت اي ماده دهنيه عندك يعني. وبتشوحيها على الجنبين. وبحط انا على كل جنب فيهم شويه ملح وشويه فلفل، وشويه بهارات اللي هي 7 بهارات. وبحب انا الكزبره الناشفه، بس بحط بس حاجه بسيطه زي ما انتوا شفتوا على الجنبين. وببدا احط البصل، اقطع البطاطس، اروح جايبه الكيس الطماطم بتاعي، بحط برضو مفرزات طماطم. بس بتطلع ولا احلى من كده صراحه. انا بدخلها الفرن، بس النهارده كنت مستعجله لاني كنت صايمه. قعدت اكل في العيال طول النهار اي حاجه لحد ما انا يعني جيت فطرت وكده. بس يعني عملته قبل الفطار لان جوزي بيجي قبل المغرب، طبعا عيالي بيجوا من المدرسه واللي بيجي من الدرس كده يعني. فلازم اكون محضره الاكل يعني. المهم عملت الرز زي ما انتوا شفتوا، بحب برضه اشوحه في السمنه. الرز الشعريه الاول، وبعدين الرز مع الشعريه، وزي ما انتم شايفينه مفلفل وتحفه وقمر. دي الفراخ بعد ما تستوي، دي البطاطس. وحطوا لي اللايكات والكومنتات الحلوه، وبحبكم. مع السلامه.